السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل، بصوا زي ما انتم ما شايفين، بسم الله ما شاء الله، عاملين سمك طبعا بطريقة حلوة جدا وهتعجبكم. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مروة خلاف ودي قناتي. اشتركي في القناة ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا هقول لكم بقى انا هعمل ايه كده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. بصوا هنا جبت المكاريل طبعا. الخلطة اللي عليه دي بتاع السمك هو اللي مدهاني. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ فلفل وبصل وطماطم وتوم. برضك انا حطيت عليها برضك ايه، توم من الخلطة اللي انا عاملاها للسمك. طبعا مديني السمك بصراحة نجيف يا دوبك، بس انا جيت حطيته في مية وعصرت عليه ليمون وملح ونقعته ايه قيمة كده نص ساعة. اما السمك كان زي الفل. هنا بقى هنقطع البصل معانا وهنحمره. بصوا انا بحرق البصلايه عشان خاطر يديني درجه الرز تكون لونها غامقه. لو حابه الرز يبقى فاتح ما تحرقيش البصله كده، حباه يكون غامق احرقي البصله قوي. ما تخافيش مش هتمرر معاكي، هيديكي لون حلو جدا جدا. طبعا بصوا هنا هننزل طبعا بالميه. تمام. بعد ما يعني بحرق البصل جامد بنزل بقى بالميه. بصوا شايفين لونها؟ طبعا لو حابه الرز فاتح زي ما قلت لك، هنا هننزل بقى بالميه وهتبهري بقى الرز بتاعك زي ما انت حابه. طبعا هنا هنسيب الميه تغلي شويه عشان خاطر تدي لون. لما بتسيبيها تغلي بالبصل، اللون بتاع البصل ده بينزل في الميه فبيغمق لك الرز. هنا طبعا هنحط كمون وهنحط فلفل اسود. تمام. ولو عندك بقى بهارات سمك حطي، ما عندكيش عادي. بس انا حطيت اللي هي بهارات السمك دي شوية على الرز، كان طعمه حلو جدا جدا وبيودي الرز في حتة تانية. طبعا عشان الحاجة تطلع معاكي حلوة لازم تذكري الله وتصلي على الرسول. طبعا هنا زي ما انتم ما شايفين بقى هنحط بقى هنا خل. تمام. ونقطتين زيت. طبعا ما تكتريش الزيت عشان خاطر كده كده هو بينزل، لو في دهون هو بينزلها. طبعا بقى بصوا انا فتحته سنجاري كده، خليته يفتحوا لي سنجاري. طبعا الخلطه دي سهلت عليه كتير جدا، انا خدته منه بصراحه. بصوا يا دوبك نقعته بس. هنا بقى طبعا الخلطه اللي انا عاملاها دي كان توم احمر وحطيت فلفل اسود وكزبره ناشفه وملح وكمون وبهارات سمك وتوم وليمون عصرته على الخلطة دي، وحطيت برضو شوية خل. طبعا بنقلبها كويس وبنمسك بقى ايه السمك، بنحيق واحدة واحدة عشان خاطر تكون حيقة معانا زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا انا بحيق الوش والظهر بتاعها ماشي بالخلطة عشان خاطر تكون حتة السمكة معانا تكون حيقة كده، وانتي بتاكليها تحسي ان هي حيقة ما تبقاش دلع معاكي. تمام. طبعا بصوا كده بقى انا هحيق السمك كله، وبعد ما هحيق السمك هقول لكم على سر هعمله في السمك، يعني بيخلي المكرونه والقشر البياض دوت والبولتي بصراحه قسما بالله تحفه. بصوا هنا هشق السمكه من يعني من الناحيه دي ومن الناحيه دي. بصوا عشان خاطر تبقى حقيقه برضو ايه معانا. لازم تحقيقها كويس قوي قوي عشان خاطر تبقى السمكه حقيقه معاكي وتبقى حلوه كده، ما تبقاش يعني دلع. وكتري الليمون في خلطة التوم. لما بتكتري الليمون بيخلي السمك حلو جدا ومزز. طبعا انا هنا حققت السمك كله بالمكرونة بكله. تمام. وبعد كده هعمل ايه بقى؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنا هنسقط الرز بتاعنا ماشي. شوفي بقى كمية الرز اللي انت عايزاها وزودي بقى المية. يعني انا مية الرز دي بحب اخليها تبقى زايدة شوية عشان خاطر بيبقى طري، بيبقى حلو جدا. بصوا هنا بقى هننزل بشوية دقيق. تمام. وهنا كمان هننزل بشوية دقيق. وبعد كده يعني بهري بقى الدقيق دوت زي ما هتبهري هنا بهري هنا. ايه هي بقى البهارات اللي هنحطها؟ هقول لكم دلوقتي. طبعا هنحط هنا زي ما انتم ما شايفين شوية بابريكا، وهنحط نشا على الدقيق يا جماعة ما تنسوش، وهنحط شوية بهارات سمك. تمام. وشوية كزبرة ناشفة. كل انواع البهارات اللي انت حبيها حطيها. طبعا بتخلي السمك بتاعك ده في حتة تانية خالص، بيديله طعم تحفة. شوية الكمون طبعا يكونوا شوية قليلين مش كتير عشان خاطر ما يمررش معاكي. واساسي اساسي الكركم. الكركم ده هيديكي لون. طبعا زي ما انت ما شفتي كده السمك القشر البياض ده بصراحة قسما بالله طالع تحفة، والمكرونة طالعة جميلة جدا.
واعملي المكرونه بالطريقه بتاعتي، مش هتكسر معاكي في القلي خالص، وهتكون حلوه ومقرمشه. ولحد لما تسيبيها، يعني بعد ما تقليها لو سبتيها من الصبح بالليل، عمرها ما هتطرى معاكي. وما كانش السمك بتاعي ما كانش شارب زيت خالص بصراحه. بصوا بقى، الخلطه دي اللي احنا حاطين فيها النشا قلبناها، اما الخلطه بقى التانية دي ما فيهاش نشا، بس فيها التوابل اللي انا حطيتها في الطبق اللي كان فيه النشا والدقيق. حطيت التوابل دي، هي دي ماشي، اللي انا حطيته هنا حطيته هنا. الخلطه دي بقى بصوا يعني بتحطوا شويه ميه، طبعا بتقلبوها بقى كويس عشان خاطر ايه ما تكتلش. بصوا هي مكتله معايا، بس انا هقلبها كويس عشان خاطر ايه ما تكتلش. بصوا بقى، بتبدروا السمك بتاعكم. تمام. بتدوسي بقى على السمكه بايدك، يعني اضغطي عليها في الدقيق. طبعا السمك دوت عشان خاطر يطلع زي الجاهز بالظبط، اعملي التركية اللي بقولك عليها. اضغطي على السمك جامد جدا بايدك كده، وبعد كده انفضيه من الدقيق وطلعيه ايه على طبق او صينية لحد لما تخلصي الكمية بتاعتك كلها. وهقولك على التركية اللي تعمليه بيها، هيخليلك السمك الفيليه ده تحفة 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 تحفة. طبعا بصوا انا برضو بعمل المكرونة، بس انا همسك المكرونة ببرمها كده بايدي. بصوا، ابرميها كده بايدك، منك بتبرميها ومنك كمان الدقيق الزيادة بينزل منها. لما تبرميها بايدك مش هتبقى مفتحة كده وانتي بتقليها. طبعا بصوا هنا، طبعا انا بدرت الدقيق كله، السمك كله، معلش اسفة. هنا بقى الخلطة اللي انا بصوا عاملاها بقى. طبعا الزيت بتاعنا سخن جدا ماشي. بسقط السمك اللي هو الفيليه ماشي، وانفضها كده كويس، وهنزل فيه في الزيت. طبعا الزيت لازم يكون غزير، وحط شوية زيت محترمين كده في المقلاية بتاعتك. بصي طبعا انا برضو يعني هاملة المقلاية بتاعتي السمك ده. لو عملتيه بالتركية دي هتاكلي سمك جاهز زي بتاع بره، واحسن وانضف، وانتي عارفة انتي عاملاه ازاي وعاملاه بايه وحاطة ايه ومش حاطة ايه. طبعا بصوا زي ما انتم ما شايفين، بسم الله ما شاء الله، يعني مش قادرة اوصف لكم السمك ده كان طعمه عامل ازاي. كان حلو قوي 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 فوق ما تتخيلوا بصراحة. طبعا في بيعملوه بالخلطة دي بس، لا لازم تبضري بالدقيق. الخلطة دي بس القشرة الكفر اللي بره ده هيتخلع لو ما بدرتيش بالدقيق الاول. القشرة الخارجية دي هتتخلع، لازم تبدري بالدقيق وتسيبيه على الاقل ربع ساعة. وما تقلبيش السمك بتاعك ده لحد لما تحسي ان هو خد لون. لازم لما ياخد لون تبدأي ان انت تقلبيه. طبعا بص انا قلبت اول واحدة دي، طبعا دول بقى لازقين في بعض، لا مش هعمل بقى ايه، مش هقعد اقلب واحدة واحدة، لا هقلبهم كلهم مرة واحدة زي ما انتم ما شايفين كده. وبعد كده هفكك واحدة واحدة انا بقى مع نفسي. طبعا ما كانش صعب جدا في تفكيكه بصراحة. لما استوى بصراحة انا كمان يعني لما فككته حسيت ان هو فك على طول. بصوا، ومش مكسر ولا اي حاجة. شايفين يعني بسم الله ما شاء الله حلو جدا. انا وانا بقلي انا كنت واقفة باكل فيه، مش قادرة اوصف لكم قسما بالله، احلى من الجاهز بمليون مرة، وحلو قوي. والخلطة اللي انا قلت لكم عليها دي بتخليه طعمه حلو قوي، بتوديه في حتة تانية. طبعا بصي، السمك القشر البياض ده بيفضل لحد اخر الوقت مقرمشه معاكي، ما بتطروش، والكفر بتاعها ما بيتشالش خالص. طبعا احنا شلنا اول دور، هننضف الزيت بتاعنا. بصوا، بعد ما هننضف الزيت بتاعنا هننزل بدور تاني، وهكذا هنقلي السمك بتاعنا لحد لما نخلص كله. طبعا انا بحب بقى البولتي اني انا بلسع البولتي شويه، لاني البولتي اللي انا جايباه كان كبير مش صغير، بس بحب ان انا السعه عشان خاطر يكون مستوي معايا، ما يكونش ني. لو ما قرصتيش عليه في السوا هيكون ني، وفي نفس الوقت برضو وطيت النار عليه عشان خاطر يستوي كويس. طبعا هنا كده هنعمل الباقي وهننزل بيه زي ما انتم ما شايفين. تمام. بصوا يعني خلي بالك برضو عشان الزيت ما يطرطرش على ايدك وانتي بتقلي. طبعا بصوا انا كده كده يعني بحط واحدة ورا التانية، بس مش هكربس المقلاية عشان خاطر ما يلزقش معايا زي ما عمل اول مرة. تمام. بصوا يعني انا كده كويس جدا يعني.
انا مبطئه لكم الفيديو بصراحه عشان خاطر اوريكم بالظبط انا عامله ازاي. بصوا بقى ان انا طلعته، بصوا مش قادره اوصف لكم بصراحه، يعني خطير جدا، خطير 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 وحلو قوي قوي قوي. بصوا ما شاء الله مش شارب زيت. بصوا الكفر بتاعه ما شاء الله تحفه ومقرمش وحلو قوي قوي قوي. طبعا بصوا كل دور هتشيلوه هتنضفي الزيت، هتشيل الزياده ايه اللي وقع في المقلايه اللي هي مطرطشه كده في الاخر دي. فهننضف الزيت بتاعنا عشان خاطر نقلي بقيه السمك. لو حسيتي بقى ان الزيت يعني قل معاكي زودي انتي بقى الزيت براحتك. طبعا يعني الزيت بيفضل لحد اخر وقت بيبقى نضيف معاكي. طبعا لو حسيتي زي ما انا ما شايفه كده ان الزيت قل معايا هبدا ان انا احط ايه، هحط شويه زيت وهننزل بقى ايه بقيه السمك معانا. طبعا بصوا انا طبعا كل دوت بقلي في الفيليه ولسه ما خلصت لحد دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، طول ما انتي بتذكري الليه وتسمي الليه الحاجه بتطلع معاكي حلوه وبتبقى مبروكه وربنا بيبارك فيها بصراحه. ما تنسينيش في لايك لو وصلت لحد هنا، ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو كده من قلبك. طبعا بصوا انا نزلت بقى بالسمك المكرونه. بصوا ما شاء الله برضك يعني كان جميل قوي وكان عاجبني جدا جدا. الخلطه دي كانت حلوه طبعا، بس في حاجه عايزه اقول لكم عليها. الخلطه بتاعت المكرونه بقى ممكن يعني ايه نخفها شويه، ما تبقاش تقيله زي الفيليه. يعني خلطة الفيليه هي ولا تقيلة ولا خفيفة، هي مظبوطة، بس لما تيجي تقلي المكرونة والبولتي خفيها شوية. طبعا بصوا هنا بقى طبعا ايه يعني كل ما اشيل بقى بالشوكة كانت تنزل مني، بس شلتها ايه بالمقصوصة. طبعا هنا بصوا هبدأ ان انا ازود ايه الزيت عشان خاطر السمك ما يتحرقش معايا. هنا هنبدأ بقى ان احنا نحط المكرونة الباقية. بصوا انا هنا بقى كنت خفيت الخلطه اللي هي بتاعت الفيليه اللي انا عملت بيها دي، عملت بيها المكرونه، بس انا خفيتها شويه، يعني خفيتها بشويه ميه. بصوا بدات ان انا انزل ايه ببقيه المكرونه. برضك ما تقلبوهاش لحد لما تاخد لون وبعدين تقلبوها، ولا هتكسر معاكي ولا هتتفتفت ولا اي حاجه بصراحه، هتفضل زي من اول واحده لاخر واحده بصراحه سليمه ما شاء الله، هتبقى جميله جدا. بصوا هنا كده خلاص ماشي. هنبدأ ان احنا بقى نقلبها، وبعد ما نقلبها المستوية هنشيلها، اللي مش مستوية لسه هنسيبها شوية. طبعا بصوا دول برضك ما شاء الله كانوا لازقين، برضك هقلبهم ايه مع بعض وبعد كده هفككهم برضك، يعني مفيش مشكلة، يعني لما بيلزقوا ببعض عادي يعني مفيش مشكلة. بس المهم ان هي ما اتكسرتش معايا من اول واحدة لاخر واحدة، ما اتكسرتش. بصوا كده خلاص قلبتها. هنبدأ بقى ان احنا نطلعها. هنا بقى وانا بطلعها عمالة بقى ايه عايزة امسكها بالشوك. طبعا طلعت اول اتنين يعني ما شاء الله حلو. اجي بقى اطلع الباقي، كل ما اجي امسك بالشوكة تنزل في المقلاية تاني، كل ما اجي امسك بالشوكة تنزل في المقلاية تاني. بصوا يعني مش عارفة انا جايبة منين الدماغ دي. بصوا اتفرجوا بقى اتفرجوا، هلسع نفسي يا جدعان. فبصوا يعني مش فاهمة انا فين التفكير بتاعي دوت اللي انا بعمله ده، مش فاهمة. خلاص خلاص. هنا بقى طبعا هنطلعهم. بعد ما هنطلعهم بقى هنبدأ ايه ننزل بالسمك ايه البولت معانا. طبعا بقى وطوا النار خالص، يعني وطوها خالص خالص عشان خاطر ده بقى بصوا يعني ما شاء الله كبير يستوي معانا. تستوي معانا طبعا زي ما انتم شايفين كده. هننزل برضو ايه بواحدة تاني، يعني واحدة يعني واحدة وشها كده وواحدة وشها كده. طبعا وهنقلبهم بقى ايه، هنوطي النار لحد لما تاخد برضو لون، وهبدأ اقلبها. انا مش هقلب على طول، انا هسيبها لحد لما تاخد لون. بصوا حتى لو تحسوا ان الزيت هيدي كده شوية عشان انا موطية، شايفين انا موطية. انا مش عايزة اسرع لكم الفيديو، يعني انا اول مرة اطول عليكم في الفيديو وما سرعتش حاجة فيه خالص عشان اوريكم انا بعمل ايه بصراحة. لو بتعملي زي كده عرفيني بتعملي ازاي، كلنا نستفاد من بعض. عرفيني انتي بتعملي ازاي. بصوا انا بحب بقى اللسعة اللي تحت دي، انا بعشق اللسعة اللي تحت دي بصراحة. طبعا هنا بقى ان انا هبدأ ان انا اعلي النار. في الوقت ده هعلي النار. طبعا هطلع دولت وهنزل ايه بغيرها.
طبعا برضك هوطي وهنضف الزيت زي ما انتم ما شايفين كده، وهنزل برضك بايه بغيرهم برضك، وهوطي النار عشان خاطر برضك السمكة تستوي معانا. ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل. ومعلش اسفة ان انا طولت عليكم، بحبكم في الله. وياريت قولولي ايه رأيكم في وصفة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.